بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على منبع الأنوار سيدنا محمد الحبيب المختار وآله الأبرار وصحابته الأخيار، صلاة تحفظنا بها من شر الأشرار وكيد الفجار ومن فتن الليل والنهار. ئازیزان و خۆشەویستان، سەلامی خوای گەورەتان لەسەر بێ لە شەوێکی تری جومعی مبارەکە لە مەجلیسی مەدح و ستایش پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە قسمەتی کتێبە جوان و پاک و نازارەکەی جەنابی مامۆستا مەلا کەریم دەڕیسە الوردة الأنبرية في سيرة حافظ خير البرية لە بازی سیرەی پاکی حەزگە ڕەسوولی نازدارە صلی الله علیه وسلم. گەشتینە ئەو شوێنەی کەوا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وتمان ئەم قورئانە پیرۆزەی بۆ هاتووە، معجزاتی قورئانمان ئاماژە پێکرد کە هەمووی تەئیدە بۆ صدقی پێغەمبەری خوا، ڕیسالەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. لو شعرانا واستعين كما أنه وصب الشعر وداينا وكأفمت آياته حسب نص فيه انقسمت قسمين، والأول الموسوم بالمحكم والمتشابه للثاني على نصه، فخذ بيانا على القسمين واغتنم، فالأول الواضح المعنى وليس به مشكلة عند أهل القدر والقيم، والثاني ما قد حوى معناه مشكلة أو لا تلق بذات الله ذي الحكم. حتى آخر الشعر كان زور الشعر كان ما وصاء فرميت أم قرآن في روزة وكو مسألة فربو لمعجزة فربو لقصة وشيلوكي أمتاني في أشوتر، وهل لم قرآن في روزة آيات كاني أكريب دوبا شو بشكي محكما يعني معناه واضح أو هيج بيزبا مثلا يرون في النوت تأويلات ومعناك وكو آياتي ورفعنا لك ذكرك بنابر في غمري صلى الله عليه وسلم، آياتي مثلا غلبت الروم، مثلا الحمد لله رب العالمين، أما أن محكمات قرآنا أو آياتان أو صافي في غمرانا أو آياتان كباسي أولياء صالحان في أوساكانك أو آياتان كباسي حلال حرامك، أما في محكمات يعني واضح المعنى، معنى كان يرونا هیچ پێویست بە تەویلات ناکەن. دووەمیان بەڕاستی لەم قورئانە کە ئەگرێوە دۆشۆ بەشێکی محکەماتەوە کە ئاماژەمان پێ کرد، بەشێکی بەڕاستی متەشابهاتە، وەکو لە قورئانە ئایەتی حەوتی سوورەتی ئالی عیمران خوای تەبارەک وتەعالە کە فەرمێت هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طبعا ليلى هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هندك طبعا أم قرآن كما نازل ما قصده في غمري خوشوي صلاة والسلام على السربية، هو الذي أنزل عليك الكتاب، وأم قرآن نازل كردوه وسدلوا دليلته بس ضلي في غمري خوا باقي قرآني كردوه كخوا فرميت إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن قولك ثقيل وبويا في غمري خوا جاري وابو لكاتي وحيا مسألة أو عندنا راحت واقل بسر واشتروا وشركة يخيدا في غمري خوا عرق يكر تا أيقد ناراحت أبو لرزي ليها والوحينا ناراحت أبو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم. جاء قرآن خافن يمن نازل ما نكتب وسر دلو دريتو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم. هندك لآتكاني محكمات يعني بيويست بتأويلات مسألة أمانة ناكا واضح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ورفعنا لك ذكرك وإنك لعلى خلق عظيم إن شانك هو الأبتر. أما أنها مو محكمات القرآن. إن جاءوا أخر متشابهات وبشدوا من القرآن متشابهات يعني شيء. ويقول الآن هل سورة آل عمران آيتي حوت تكتها كيف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طبعا
أمام وصاف الشيء كدوا فمن يدل بوضوح على أن المحكمات واضح المراد وليس فيه إشكال يستصعب حله. ما وصاف المحكمات القرآن هيش نارعتي جتيانيا لحد الدنيا كخواب في غمري خواب نابي تومان برس كردوا أمرونا خواه فرميت بفي غمري خواه من سورة فاتحة بوتو ناردوا سبع المساني الحمد لله رب العالمين تا آخر أمرونا معناه كرونا وإنك لعلى خلق عظيم معناه كرونا بويك في بيتنا وأن المتشابه فيه ذلك كما أنه من الواضح أن من المتشابه ما استأثر الله بعلمه مثل وقت بدء الخلق والإيجاد الكائنات ووقت الساعة وصل القضاء والقدر وغيرهما. مثلا هندك لم آياتنا بشي دول من القرآن كمتشابهة يعني حل كردن تيجيشتن لي أستمنى راحته بس قال علم خواه داينا وكو سري قضاء وقدر نهاني قضاء وقدر وكو بديهيناني خلقي فالورقار وكو آياتاني كباسي زاد وصفاتي فالورقارك وكو أوائلي سورة كان أوانك أوائلي سورة كان طه ألف لام ميم عين سين قاف أمانة ألف لام راء أمانة ومن آيات براسيم متشابه يعني تيجيشتن لمعناكي لعلم إخوان جاء ما وصاي جورا يا ربي درجة عالية بأفرميت وكو فواتح صور ألف لام ميم معناه كايسة كس معناه نكردوا سلفي صالح معناه نكردوا ألف لام ميم آدشة مثل ألف لام راء طه ياسين أمانة هم حرفا فواتح الصور أوائل الصور سرتاي سورة كان حامي مكان يعني نقو آياتاني كوا مسألة صاد قاف نون أمانة أمي فواتح الصور سرتاي سورة كان بحردس بيكردوا معنى كان في أنهم متشابه رونية بس خوا خوي لعلم خوا دينا كس نايزاني بلام أويك خوا روخيتي لقلبها هي أوي إيماني لا واسوكو آياتك أفرميت أروانا مسلمانانا إساري فيتناك مسألة يم لخوي ما عدان تفسيرك يان أمانة يان غير أمانة بونمونا أو آتاني باس زاد السؤال فرودادا الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مسألة وجاء ربك مسألة يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني أم آيات أنا شو للقرآن لقرآن فاباسي دستو تشاو أماني خوي زورا كان جا خوش شويستان أمانة آيات متشابهات بويا هركسي إيماني ثابت بيت آيات متشابهات تفسيرنا أكاد وكو سلفي أم متى أفرمون شي آمنا به كما أنزل ونفوض إلى الله إما إيمان عن فيه وكو نازل هو هاتوه في غمبري خاصة ويتد معناه لكي لا يا إخوان استأثر الله معنى هذه الآيات في علمه إخوان معناه آتاني لعلم إخوان دانا بو چونکە تۆ ئەگەر بڵێ خوا دەستی هەیە خوا قاشەیە خوا چاوی هەیە وەکۆم دەست و قاشەمە جسم بەخوا دیارەکەی ئەی جسم لە چی پێکاتوە جسم لە جەوهەر و عەرەز پێکاتوە جەوهەر چییە مادەی وردیلەیە عەرەز چییە عەرەز ئەو سیفەتانەی کە بە جەوهەرەوە هەیە بە مادەوە هەیە ئێستا مەسەلە ذاتی ئەم شتە ئەمە جەوهەرەکەی ئەم ڕەنگە پێوە ئەمە عەرەزە پێوە کە قاوەیە كمثل سفية كسورة كتوتو خوا دستي هي يعني خوا جسمه كتوتو خوا عرش دانشتوه يعني خوا محتاجة بكرسي أي باشا خوا بيش عرش لكيوبو عرش مخلوقة خوا دنيا وكون كائنات دروس كر لدواي أو أفرمت عرش ما دروس كر عرش وكرسي وقلم وأمانات
خوا القرآن أمان آيات متشابهات بو السلف أمته بو أويكوا درباز بن لعقيدة تجسيم نقولوه يقولنا مسلمانانا بيانة مجسمة يا مشبهة مشبهة أوانا بنانو خوا دسي وكمن قاسي وكمن خوا راتر وكمن بون منا خوا كداء بسيط لا أسمان يكمو مسألة بو دوم بو سيم يعطي خوا لا أسمان ها أمانة تمثيل تشبيها تجسيمش أوي كتب لي خوا مالي دستي هي برام لك وكم دسة وهذا أنا كم دسة أما الجسم كتب خوا دسي وكو أما أو التشبيه علماء متفقين فنوشن من وصف الله بوصف الإنسانية فقد كفر أوي خوا تشبيه بك بإنسان بمخلوقات خواوة أو كافرة بأكمل الأولى أي باشا شي كاين لم آياتنا خواي قول أخويا أفرميت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أوي كوا خوارق يشي لقلب الضياتي أوي إيماني ثابت نبوة بو أوي كوا بدواي فتنة بقرية أم آياتنا تفسيرك وتشبيهك معناك لخوة تأويلك أما بالراستي هر کسی که بینی ام معنانی کرد او بزن او کس لا يدعى چون بين نص القرآن چونك خوا فرميت وما يعلم تأويله إلا الله بس خوا تأويله كذا بويا هندك العلماء ما وصلنا فرميانا او انك تأويل شان بحرام ثاني فرميانا لسر لفظ جلال ما تواسب وستي وما يعلم تأويله إلا الله نعم إلا الله قريب سريع إلا الله واجبها ميمك لسرة يعني واجب الوقف لسرة آياتك وهديك أوانك وقفكان بلا السنة وفرميانا ووكا وبأطفى يعني كستأوي لكي نازاني خوات تأوي لكي زاني والراسخون في العلم أوانك داتون لعلم يعني شارزان زور عالما تأوي لكي زانا وأيشلين أم تأويل إيما أيكين بو أوي كواب باري خوا بقنجه لقل خواتي خوا بقنجه وإيمان ما نهي بوي كوا أمانم آياتنا همي الآن خواي فالورقار وهاتو آمنا به كل من عند ربنا جابوي ما وصاي مدرس رضا رحمتي خواي للسربية أفرميت براستي كتب لي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما تمن مستشرقان هاتن أوانيك رقنا على القرآن أقل أوانيك باسي ما زو جوهر وعرزي أنا كل رقنانا عثمانان أقل أقل دو بياي وكو إمام فخر الدين الرازي مثلا إمام السبوكي مثلا إمام غزالي أمزا كان نبونا قلغان وباراسي إسلام أم آياتانيان وكو هندق الأصحاب تأويلان كردو تأويلان نكردا بباريق بوخوا بكون جاية دنيابا أم إسلاما بالراسي نارقت أبوه چونك هاتنا أنو يوالن خوا أفرمي القرآن أويكوا لأرجو آسمانا كل من عليها فان أمي تياتي إيه إلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أقر وكو مثلا وهذا كان يا مجسم كان بلين وجه ليرا بمعنى دموشاوة يعني دموشاي خوا يعني خوا دسي تياشي قاجي تياشي هموك عند مكان تياشي إلا دموشاي منه أما كفر ودا أيوة أو علماء برزاني فأنا متكلم من علم كلامه وكما فقدين الرازي عن الغزالي وغير أوان وهذا أصحابه ابن عباس تبيان كتب فمعنى وجه بمعنى شيء بمعنى ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ذات الله تعالى وكل ردك لسر فلاسفي ولاني وكل ردك لسر مستشرقان مسألة هاتون أم آياتي الرحمن على العرش استواء بمعنى شيء استواء بالشانص حفظ معناته استواء بمعنى يكردوا نقو معنى جي قربون استقرار يكي لمعنى استواء استقرار يكي لو أنا بمعنى مسألة أويكوا استولاو دا صلاته فمعنى أم آيات ليلا نابي يا تأويلي كين يا أقر تأويل ما كر أبي معنى استقرار وجي قربون ليكي ندين أبي معنى شيء ليكي جنو بضين
الرحمن على العرش استوى يعني استولى الله على ملكه على عرشه يعني خواد صلاته وتصرفاتي كلية بس عرش خويا شنو مخلوق خويتي شنو خوا لم دوايا انا عرشي دوس كيف دوايا عرش اسماء كواتا خوا متصرفه بس عرشها خوا ده صلاتي بس عرشها بوي استواء ومعنى ينكردوها وإمام مالك فرمي الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال عنه بدعة وحرام استواء معلومة معنى استواء إن جاء فرمي والاستواء معلوما والكيفية مجهول كيفية كي نازاني يما برسال لباري استواء وخواه شون دانيش وخواه شون حلصير وخواه شون جسمي أما براسي بدعة وحرام إنسان لا إني زغل بويا أوان فرمي إما ها إمامنا بيدي خواه خوي نازلي كردو شونا معنا كي نازاني بلام لدواء أوان وهندك الأصحاب بولامي ملاحظة بيدينا كان هاتين فرمي استواء بمعنى استولايا وخواجه فرمي من خوم معنا كي أزانو تأويل كي أزانم وهندك لوانيك الشعر زام كردون من واحدني في بقي موهوبة وبارسين إسلام خلقان إسلام وأن فري تأويل كردون معنا كي أزان بو والله ملاحظة كان بو أنه فرمي استولاء بمعنى استيلاء بمعنى تصرفي كاملة مثلا تأويل وجهان بمعنى ذات كردوه تأويل عينيان بعلم كردوه ولتصنع على عيني يعني ولتصنع على علمي نك عين يعني وتشعب يعني خواء فرميت مثلا تو لجير ركيه في إيماي علمه هين أقايل تويا وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم فاعمل لك شو بلغ فاهم يا في غمري خامر قلب المؤمن عرش الرحمن ضل إنسان يسمان عرش القرآن أي كوا عرش أبيني لدلتا أمانة معناه وايا يعني النور وتجليات وبركات فرورقال لو قلبايا يعني منظر منشئ رحمي فرورقال إن جاء فرمون مثلا يد بمعنى قدرة يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله أنا كالتأويل يعني فات زين ما توا مثلا يد يدين أيدي معناه من القرآناتو مثلا أعين عين معناه بعلم مثلا بمعنى إعزاز بمعنى إعطاء بمعنى إيجابي بمعنى مثلا معناه كراون مثلا قدرتي السلبي مثلا وغير أمانش كما القرآن هنديك آياتون أو كوا معنى كيرون نبو متشابه هو يا تفويس عن كردوه يا بشوازك تأويل عن كردوه كمعنى كي بو بالورقار بشير بو يدروي بدم إمام أبو الحسن الأشعري وكان رضا رحمة الله عليه السلبية كبحساب إمام أبو الحسن الأشعري رضا رحمة الله عليه السلبية فرميتي إمام معناه باستواء وبيد الله بمعنى بلام كيفية كين عسين أما تقسيمه أم قول دورة لإمام أبو الحسن الأشعري وكخويتك ولواني كوار ردي ملاحدة ومستشرقين مسألة أواني داتك رغنا القرآن قرتوه إمام أبو الحسن الأشعري فرميتي كانت مبتدع كان هاتون وكو مبتدع كان أمره بناء القرآن والسنة وبناء السلفية وبناء وهابة أماني أمره كهن سيرك أمر خناني خوارج كان أمر خناني كمسألة متشابه كان أمانهم ما رخنا يقدر دي أبو الحسن الأشعري ردي أواني دعوته وأبو الحسن الأشعري يا تأويلي نكردو يا تأويلي كردوه وقت شون إمام فخر الدين الرازي وإمام غزالي كتلبي مدرسة أبو الحسن الأشعري رضا الله عنه فانا السربية تأويلي كردو والله ملاحظة كان بالشوازة إمام أبو الحسن الأشعري أو تأويلي كردو جاء أم قرآن في روزة كتاكا من زي قولي في غمري فاها هندك لآية كان محكماته معنى كان يرونوك أما شان هندك متشابهاته كأبيان بلين إيمان من فيه وشون هاتوا معنى كذا بس لا يقوى بس معنى كذا يعني وقول سلفي أمته يان تأويل بكري بوشي وهذا زانا كان نكهم حواني قصة تأويلك أو زاناني كتأويل يعني والله ما لا عجانته يمل السر الريرو نهجي أوان بروين عقيدة مع سلامته سركوتوا أبين وقرآن فارسوا وبرقريمان كردوا اللم قرآن والسنة في غمري فاو ريسكو نهجي زانان فاي يقول لهم لا يكمن راسي ولا هم لا يكمن خوشبو عاقبت ما المخير بير وطاعته بعد ما يقبلك هم لا يكمن نشير سايو سيبري فرشم علي في غمري فاو كاتو صلى الله عليه وسلم
يا ربي خواهی گیان بەرکە شفاعەتی پێغەمبەران بکەی لەبەر خاتیەوە پێغەمبەرە شیفای دڵ و جەست و ڕۆحی مولایەکمان بی دڵمان پڕ لە نوربەرەکەتی خۆت کەی یا ربی خواهی گیان بە محەبەتی خۆتەوە پێغەمبەر و صالحینەوە بژین و بمرین زندوو بینەوە یا ربی خواهی لە خۆمان و باوکو دایکمان خۆش بە لە خۆمان و باوکو دایکمان ڕازی بە یا ربی خواهی لە تەپارڕینەوە ناومان لەو دەفتەرا تۆمارکەی کەوا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ناوی ئومەتەکەی تۆمارەکە ئەوانەی کە سڵاواتی لەسەر لێ ئەدەن ناوی خۆمان و باوکو دایکمان لەخنەوە پێغەمبەرا پێغەمبەر تۆماریکە دوعای خێرمان بۆ بکە ئەو ناو تۆمارکردنە ئەو دوعای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ببێتە مایەی عیزەتمان مایەی پاراستنی دینمان قەڵغانی پاراستنی دین و دنیامان بێتە هۆکاری شیفای جەستە و ڕۆح و دڵ و دەروونی هەموو لایەکمان هۆکاری خێر و خۆشی دین و دنیامان ڕزق و ڕۆزی فراوان بمان خوا لەبەر خاتیەوە پێغەمبەری بارانی بەڕەحمەتمان بارێنە لە گوناه و تاوان و مەعسیەت و قەتڵ و قیتال و فاحیشە و زینا و هەموو خراپەیەک پارێزامان کە یا ربی خوا دڵمان پاکرەوە لەبەر خاتیەوە پێغەمبەرە یا ربی خوا دڵمان پاکرەوە لەبەر خاتیەوە پێغەمبەرە خوا دڵمان پاکرەوە لە کوفر و نیفاق و تاوان و مەعسیەت و وەسوەسە و همو شكو قمانك لبركاته وبيغمبر صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة. ما أقول لك ما أخذ يا خالد هذا محمد ده بيحكي كذا كلام يعني هو ما نبري